باهية نتحدثوا ثاني على الجلابة اللي بقات لباس تقليدي وإرث لدى المرأة الوهرانية. لكن حديثنا اليوم راح يكون على الجلابة العصرية. وهران معروفة بالتقاليد تاعها جلابة خفيفة هي والبلغة والبوشات تخرجي وخلاص. جلابة تجي طويلة تجي عريضة كما يديروا كما خرجت في الأصل في المغرب. يعمل المجتمع دائما للمحافظة على كيانه، وذلك بالتمسك بمجموعة من السلوكيات التي تميزه وتعبر عن أصالته وثقافته، ويطلق عليها عادات وتقاليد، ويصنع الاختلاف فيها من ولاية إلى أخرى تنوعا وثراء في الموروث الثقافي. من الباهية وهران أصبح الزي التقليدي الجلابة المغربية هو المفضل لدى النساء الوهرانيات في كل الأوقات، كما أخذت ميزة الزي المغربي وبعضا من عاداته نظرا لقرب المسافة بينها وبين الجزائر، حيث أصبحت تدخل الجزائر عبر الحدود بكثرة. هذا ما جعل المصممون والخياطون الجزائريون يبدعون في إنجازها. فالمرأة الوهرانية أضحت ترتديه عوض الحايك باعتباره زيا عمليا ومريحا يمكن ارتداؤه في كل الأوقات والمناسبات. والمرأة الوهرانية على وجه الخصوص أصبحت تجد راحتها في الجلابة التي توفر لها الخفة والراحة، وانتعشت بذلك معها تجارة هذا اللباس بولاية وهران، وأصبح تسويقها وبيعها مربحا طوال السنة. 3000 دينار سيلمون، 3000 دينار جلابه تاع 8000 دينار 3000 دينار. حنا نبيعوا جلابه من 86 7 من نهار اللي حلت المغرب رانا نخدم معاهم. احنا تذكر باللي حنا هذه الجلابه هذه تقريبا مغربيه، وحنا رانا في الغرب وتجينا نقولوا جبب، احنا نقولوا جلابه اخي. ليش هذه اختي مرحبا بك 3000 دينار اختي 3000 دينار 300000 رانا نبيعوا مواشي على الحوانيت. تما خير من تجين وتقعدي عاد تلبسي في السيغبات وكاع ولا تلبسي الشاميز تقعدي جلابه خفيفه هي والبلغه والباشات تخرجي وخلاص. وهران معروفة بالتقاليد تاعها جلابة. وي فوالا اكزاكتومون. برز تجار مختصون في الجلابة بمعظم المناطق الغربية للوطن بشتى أنواعها، أشكالها وألوانها وحتى تسمياتها. منها بمحفظة صغيرة في اليد ومنقوشة ونعل أو ما يسمى بالشربيل المتناسب معها حتى ولو كانت بأباض الأثمان. كان بدعية في المغرب تلبس بدعية تلبس غير في الدار اسمها مراكشية. الجلابة دروك حنا معاها تبعتها البلغة، وبالبلغة زادوا لها بوشيت، بلغة معاها بوشيت، تجي بلغة وبوشيت تجي اسورتي معاها. الجلابة تلبس مع البلغة، ما تلبسها مع الصباط. فهمتي البلغة ما يجيش مع هذا تخرج مع اسورتي تجيها خفيفة في اليد وتولي تمشيها بالخوف. خرجت من اطار الجلابه الفضفاض المريح لللباس بوكو بلوس، سا دوفيان اكثر معاصره اكثر موضه. فباختلاف أنواع وأشكال الجلابات تختلف الأسعار، فمن 2000 دينار جزائري إلى أقصاها الذي يصل حتى 30,000 دينار جزائري للجلابة الواحدة. وحتى بهذا السعر تتنافس نساء الوهرانيات وتتباهين فيما بينهن بالأفخم والأحلى، حيث تختلف الأسعار حسب نوع القماش والقصات والمواد المصنوعة منها. في الشكل في الألوان تمشى مع العصر، الصيف كلار ما فرونسي حتى هي تمشى في العصر. والجلابه الاخرى كيما الفرنسيين لباس مع الساك مع البوتيون ولا الصباط، هما عاود طوروا الحاله
وردوا الجلابه مع البلغه تاعها مع الصك تاعها مع البوشيت تاعها. تشريها صح، تشريها سيرتو في العيد فتشريها. رغم استغلال بعض الفتيات الجلابة للتباهي على اختلاف أشكالها ألوانها وإكسسواراتها، غير أنها تبقى إرثا تراثيا علاش ما قدرناش نسوقوا للقويط والقفطان كما جيراننا والمغاربه قدروا يسوقوا للقفطان؟ احنا ما قدرناش نسوقوا للقويط والكراكو، وهما قدروا يسوقوا للقفطان اللي عرف انتشار كبير في العالم، واصبحوا حتى نجمات عالميات يلبسوا القفطان. زادوا عليه بعض التعديلات ولاو يلبسوه في المحافل الدوليه وفي المهرجانات تاع السينما الى غير ذلك. علاش ما نجحناش احنا في تسويق للشيء اللي عندنا؟ يعني نكون صريحه جدا، هذا هما عندهم الدعم تاع الحكومه تاعهم تاع البلاد تاعهم تاع، يعني احنا ما عندناش هذا الدعم. مام السفاره غائبه، يعني راهي نايمه السفاره تاعنا. هما عندهم امسيات، قصدي السفارات اللي في الخارج، في الخارج ولا يعني احنا ما عندناش. هما عندهم في الخارج اللي فاشن داي، هذوما عندهم كل اسبوع تشوفي حاجه مبدع واحد يعطيك. وإحنا نتحدث عن الجزائر والمرأة الجزائرية، نقطة مهمة كذلك أنه أصبح الكراكو العاصمة وحتى بعض الملابس يلبسوها فنانات وكذلك مشاهير. اليوم حتى يصل كما وصل القفطان، نحن القفطان المغربي أصبح لديه بعد عالمي. ما الذي ينقصنا حتى احنا كذلك نروج لملابسنا التقليدية؟ كما قلت لك ينقصنا اليد العامله، ينقصنا التفاني وينقصنا الاخلاص في هذا الشيء وحب المهنه تاعنا والتراث تاعنا. لازم نحبوه باش نقدروا نوصلوا به للعالم. يعني مام الناس هكذا الزبون تانيك لازم يحترم الشيء اللي حنا رانا نقوموا به والشيء اللي حنا رانا نتعبوا من اجله. ما يجيش في الاخر انا مثلا يعني كاين زبائن تجي هكذا زبونات، مع احترامي بيان سور لكل النساء وخاصه مشترين هاد الالبسه، تشوف هكذايا تعطي لها مثلا السعر تاعو تقول لك هذا واش فيه؟ هذا السؤال يعني يطرحوه جمله سهله يطرحوها، ولكن هو فيه. وإحنا نتحدث عن الجزائر والمرأة الجزائرية، نقطة مهمة كذلك أنه أصبح الكراكو العاصمة وحتى بعض الملابس يلبسوها فنانات وكذلك مشاهير. اليوم حتى يصل كما وصل القفطان، نحن القفطان المغربي أصبح لديه بعد عالمي. ما الذي ينقصنا حتى احنا كذلك نروج لملابسنا التقليدية؟ كما قلت لك ينقصنا اليد العامله، ينقصنا التفاني وينقصنا الاخلاص في هذا الشيء وحب المهنه تاعنا والتراث تاعنا. لازم نحبوه باش نقدروا نوصلوا به للعالم. يعني مام الناس هكذا الزبون تانيك لازم يحترم الشيء اللي حنا رانا نقوموا به والشيء اللي حنا رانا نتعبوا من اجله. ما يجيش في الاخر انا مثلا يعني كاين زبائن تجي هكذا زبونات، مع احترامي بيان سور لكل النساء وخاصه مشترين هاد الالبسه، تشوف هكذايا تعطي لها مثلا السعر تاعو تقول لك هذا واش فيه؟ هذا السؤال يعني يطرحوه جمله سهله يطرحوها، ولكن هو فيه